السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعينا على قناتنا كريز وحبان، يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله جايين كده بكام نوع من السمنة، هنقول لكم إيه أحسن أنواع السمنة اللي ممكن تشتغلي بيها في نواعم العيد، سواء حضرتك هتشتغلي بنباتي بس أو هتشتغلي بخليط أو هتشتغلي ببلدي. أنا هقولك اختيارات لكل حاجة. أول حاجة معانا الروابي، النباتي. يعني انت لو هتشتغلي بنباتي بس عندك روابي القشطة حلوة جدا، وانا دايما بفضل اني وانا بعمل الكحك بكون بعمله بسمنه بيضه مش صفرة. فالاحسن ان انت يعني تشتغلي بيها، وهي ان شاء الله هتديكي نتيجه حلوه قوي. وطبعا في ناس كتير شكروا فيها، لو انت دخلتي على الجروبات هتلاقي في ناس كتير بيقولوا ان روابي القشطه طعمها حلو قوي. طيب انا قررت ان انا اشتغل بنباتي بس ما عنديش روابي القشطه، مش متاحه عندي في المنطقه اللي انا فيها او مش عارفه الاقيها. عندي اختيارات تانية هاقول لِك عليها، بس الأول هاقول لِك إن دي 700 جرام وسعرها عاملة 85 جنيه. يعني أنا باحاول أجيب لكم الأسعار كمان عشان تبقي حاطة رينج كده أو ميزانية للسمنة اللي أنتِ هتجيبيها للشغل بتاعِك، تمام؟ طيب إيه الاختيارات التانية؟ هيبقى عندنا سمنة كريستال البيضة مش الصفرا، برضه نتيجتها حلوة أوي، بس بتيجي بعد روابي بصراحة. يعني أنا بافضّل روابي الأول وبعد كده كريستال. وكمان عندنا جنة بطعم الزبدة النيوزيلندي، طعمها حلو أوي، وهتدّيكِ برضه نتيجة حلوة. يعني أنا باحاول إن أنا أدّيكِ اختيارات، بس أنا بصراحة أنا جِبت الحاجة اللي يعني إيه، اللي أنا بافضّلها. وكل الحاجات دي كويسة برضه يعني، بس أنا طبعًا مش هاجيب كل الحاجات دي. نيجي بقى للنوع التاني اللي هو الخليط. طبعًا ما فيش أكتر من حلاوة، والناس اتفقوا كتير أوي على golden mix. golden mix يا جماعة من الحاجات اللي ممكن إن أنتِ تحسي إن أنتِ واخدة هنا خليط فعلًا ما بين السمنة البلدي والسمنة النباتي. أنا هنا باحاول إن أنا أقول لكم من الأقل سعرًا لأكتر، يعني لأعلى بالسعر شوية. golden mix طبعًا أعلى من النباتي بشوية، لإنها زي ما قُلنا كده هو خليط ما بين الاتنين، النباتي والبلدي، فطعمها وريحتها حلوة أوي. سواء هتعمليها برضه هتشتغلي بيها في حلويات رمضان، أو هتدخّليها في حاجات العيد، هتبقى نتيجتها حلوة جدًا. العلبة دي كانت عاملة هي وزنها كيلو ونص، عاملة 220 جنيه. ممكن تلاقيها في السوبر ماركات الكبيرة عليها عروض، فهتوفّر معاكِ. طبعًا لو أنتِ هتجيبي كذا حاجة هتبقى هتوفّر معاكِ في الكمية كلّها. خلّينا نبقى متفقين إن أنا دلوقتي لو أنا باعمل حاجات لبيتي، فأنا باختار السمنة اللي هتمشي معايا ومع ميزانيتي. طب نيجي بقى للنوع التالت اللي معانا، وهي الفريزن الحلوب. الفريزن الحلوب هي يعتبر برضو سمنة بلدي يعني إلى حد ما، يعني نسبة الدهن اللبن فيه زي ما بشاور لحضرتك كده 75%، والنباتي 25%. يعني معنى كده ان هي تعتبر برضو مخلوطة بس بنسبة مختلفة عن جولدن ميكس خالص. يعني ايه السمن الطبيعي فيها اكتر من النباتي، لكن الجولدن ميكس العكس. بس يعني كل يعني ايه، عشان انا بحاول اديكي كل الاختيارات، سواء النباتي بس او الخليط بنباتي اكتر، او الخليط بسمن طبيعي اكتر. طيب دي كانت عامله كام؟ 700 جرام، تقريبا داخله في 200، تقل شويه تزيد شويه، انا مش فاكره سعرها بالظبط كان قد ايه. طيب زي ما انت حضرتك ملاحظة كده ان في تفاوت في الاسعار ما بين النباتي او الخليط، او الخليط على بلدي اكتر. فكل ده انت عشان بقى انا بديكي اختيارات تقدري تختاري منها حسب ميزانيتك زي ما قلت لحضرتك قبل كده. طب لو جينا ان في انواع تانية احسن وايه وطبيعية اكتر، بس هي غالية، فانا هديكي برضو اختيارات ليها لو حضرتك عاوزة تجيبيها. عندنا نوع اسمه شيراتون. شيراتون طبعا معروف وغني عن التعريف، وطعمه تحفة جدا لان هو يعني سمن طبيعي نقي. بس هو سعره غالي جدًا بصراحة. يعني أقل علبة فيه تقريبًا 400 جرام عاملة 220، 215 في الحدود دي. وفي كمان المراعي، تقريبًا هي برضه في نفس الrange ده. بس هو برضه هُم الاتنين نوعيتهم محترمة جدًا وحلوة أوي. أنتِ بقى لو ممكن عندِك إمكانية إن أنتِ تجيبي حاجة زي كده، ممكن تجيبي يعني علبة صغيرة وتطعّمي بيها أو تعملي خليط على النباتي بتاعِك اللي أنتِ بتشتغلي بيه. فدي فكرة ممكن إن أنتِ إيه، عشان تعلّي التيست شوية بتاع الشغل بتاعِك. يا ريت لو أنتِ بقى معايا لحد دلوقتي ما تنسيناش بقى في اللايك، تعملي لنا لايك وتعليق حلو. نيجي بقى للزبدة. طبعًا الزبدة إحنا مش هنستغنى عنها، لإن وكمان عندِك بسكوت الزبدة.
طيب الاختيار الأول طبعًا الزبدة النوزيلندي، يعني أنتِ لو قادرة تجيبيها بتدّي طعم تحفة وبتودّي الحاجة في حتة تانية خالص، لكن هي صراحة بقت أسعارها فلكية جدًا، فإحنا بنحاول إن إحنا نستعيض عنها بحاجة أقل منها شوية، واللي تيجي بعديها هي زبدة فرن بتدّي طعم حلو أوي بتدّيكِ نتيجة كويسة. طيب زبدة فرن دلوقتي بكام؟ القالب دلوقتي عامل 135 جنيه، وبرضه هاقول لِك تاني لو أنتِ رُحتِ أماكن ممكن تكون عاملة عروض ممكن تجيبيه أقل من كده، لإن طبعًا إحنا هنستخدم منها أكتر من قالب، لإن الحاجات اللي بتتعمل في الزبدة بتبقى كتيرة شوية، تمام؟ طب أنا مش عاوزة أشتغل بفِرن أو إن أنا شايفاها غالية شوية عليَّ، ممكن أنزل لأقل من السعر شوية منها، عندي زبدة كريستال، زبدة كريستال برضه حلوة وهتدّيكِ برضه نتيجة كويسة وأقل سعرًا منها، تقريبًا عاملة القالب بتاعها عاملة 105، 110 في الحدود دي برضه حسب المنطقة بتاعتِك الحاجة بتتباع فيها بكام. خلّينا بس يا جماعة متفقين إن الأسعار اللي أنا باقولها دي أسعار منطقتي أنا، فأنتِ ممكن تكوني في منطقة تانية أو في محافظة تانية السعر عندِك يختلف يعني إيه حاجات بسيطة، أنا باحاول أقول لِك الأسعار اللي أنا باجيب بيها الحاجات بتاعتي. طب بقى لو حضرتِك تقدري تستخدمي الزبدة الفلاحي بتاعتنا اللي هي بنجيبها وبنسيّحها في البيت، وتبقي جايباها من مكان موثوق فيه، دي حاجة كويسة جدًا، بس طبعًا كلنا عارفين إن الزبدة الأصلية دلوقتي عشان تجيبيها وتبقى كويسة سعرها أصبح غالي جدًا. طب في اختيار تاني ممكن أقول لِك عليه إن أنتِ تستعمليه زي السمنة أو الزبدة اللي إحنا عملناها على القناة، اللي عملناها من السمنة نباتي وحولناها إلى يعني إيه زي زبدة المزارع. ممكن برضه تشتغلي بيها حلوياتِك ونواعم العيد. أنا حاولت في الفيديو هنا إن أنا أجمّع لِك كذا نوع سواء من النباتي أو الخليط زي ما قُلنا أو الخليط السمنة البلدي أكتر وأنواع الزبدة وقُلت لِك كذا اقتراح وكذا نوع ممكن تستخدميه. يا رب إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وعرفتوا إن شاء الله هتشتغلوا بإيه، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير، ما تنسوناش بقى في اللايك، وكل سنة وأنتم طيبين، وأشوفكم على خير والسلام عليكم.